وكما قال المثال ويقول المثال: الحياة تعاش مرة واحدة، إما أن تعيشها مثل زياش وإما أن تعيشها مثل رمضاني. رواه واحد ما عايش لا بحال رمضاني ولا بحال زياش، راه مكون في بلاصه في الفيسبوك وكيكتب الشعر بتاع اخوان بسرعه. اش بان لكم فيما صنع حكيم زياش؟ انا اول مره قلت كنا خلاها كاع بلا بوصوفه كنا خلاها ماشي البوصوفه. لا صدقا اش بان لكم في ما نطولوش الموضوع الله يرضي عليكم لانه ما بقاش لنا الوقت. يونس هي ما جاتش معاه وكيهضر في واحد المواضيع ما فاهمهاش، والمضمون ديال كلامه مجانب للصواب وغير صحيح، ونقدروا نلقاو له عذر في انه بغى يهضر بطريقه انفعاليه في اطار رد فعل ما الله اعلم، ولكن تلاح في واحد الموضوع ما ضبطوش وبقى كيطلق فيه الاتهامات على عواهنه. ان زياش يدير تصريح في موضوع دون علم ودون فهم ودون توفر معطيات عادي، ولكن اللي ماشي عادي هو ان يصفق له ويمجده من يتوفرون على المعلومات والمعطيات وقاريا زعما. لا شوف، انا بالنسبه لي الشيء ديال زياش من حقه يعبر على التضامن ديالو مع فلسطين، ومن حقه انه يعبر على غضبه من الممارسات ديال الكيان الاسرائيلي، وهذا راه تنهضروا عليه حق. هذا الواجب، ماشي حق، هو واجب جوج. لكن ان تحمل بلدك ما لا يحتمل هذا ضرب من زعما الهبل. كيفاش انت غادي يمكن لك تعطيك تقول بانه الحكومه، خلينا من الحكومه دابا هادشي الاسطورات ديال الالفاظ، بانه هو مسؤول على اباده جماعيه ديال اسرائيل؟ كيف يمكن لك تقول هذا الكلام؟ تقول انه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اباده ومن بربريه ومن تجاوزات ومن خرق لكل قواعد القانون الدولي الانساني، كل شيء غيكون معك. ولكن ما دور كيفاش انت حسبتيها؟ غير كيفاش حسبتي بان بلادك تساهم في الإبادة الجماعية؟ إذا أنت أعطيتي واحد الموس للأعداء ديالنا باش يضربوا بلادك، مع العلم أنه إذا كانت شي دولة الآن تتعبر على مواقفها وتتكل الدق على ذلك المواقف وتتساهم في أنها تخفيف من المعاناة الفلسطينيين وتدير مجهود كبير في هذه العملية، فراه هو المغرب. عمر وما عاوتاني نوليو في هذا كما قلتي زياش من رموز الرياضه المغربيه. حتى حد ما غادي يجي زايد علينا عاوتاني ويقول لك لن نسلمكم زياش. انا الرجل اعطى بفضل مهمته الله يخليها ليه، هو واحد من ابناء الهجره. كون ما كانش كون كاع عندنا زياش، كون راه جالس في ريسلان دابا كيبيع اللوز، ولكن الحمد لله بانه واحد من الرموز. وما شوفوا فينا كتهضروا كل واحد في التليفون ما جاتش. لا يجوز انه يعبر على موقف كما قلتي. بالعكس مزيان يكون لاعب كيعبر على رايه في قضايا انسانيه، كيف ما كان في قالوا لي شفت الصوره فاش كان في اجاكس امستردام كان ساهم في احتفال بالهولوكوست. يمكن ما فهمش على كل حال وكتلتمس العذر، يمكن كيقرا على ما يقال على القضيه اكثر باللغه العربيه هو كيفهم اللغه الهولنديه ولا الانجليزيه، فبالتالي انا اكيد انه الحيثيات ما فهمهاش. لو كان فاهم الحيثيات ديال الموقف المغربي مما يحدث في غزه وفي فلسطين عموما والله ما يكتب داك الشيء. والدليل انه من يفهم راه صاحبه. انا فين عندي المشكله عاوتاني؟ راه ماشي في العديه انا عمر في البلاد كانما جاب لهم الله شي واحد يقول لقد فضحها. شنو فضحها؟ واش المغربي كتامن بان بلادك تدق في الفلسطينيين ولا مالك؟ هذه الدينيه اللي قلنا عليها قبيله، هذه نفس الدينيه التي تعطي حاله ديال التحرش بديك البؤس اللي كان في طنجه. ولكن نقول لزياش كما قيل له بعدما زغل ونخلى البصوفه ونقول للسي وليد الركراكي المنتخب خصو اسلوب جديد في الضبط والانضباط، وداك حنان امي ونعومه دالا لا مشكل. لا انا بالعكس انا كنقول زياش دابا خصو يبقى رسمي، تيولي الجمهور يقول لي ارحل. لا ماشي على زياش يمشي ولا يجي، خصو يدير انضباط في المنتخب الوطني، خصو يدير انضباط. كتبقاو تحزار مالي ومالي وكذا، لا كتجي المنتخبيه تلعب وتنضبط القواعد راك حامل لي قميص عنده رمزيه عنده التزامات عنده كيفرض عليك واجب التحفظ بزاف الحوايج. بان لي المنصب ديال وليد اللي مشى واقي وليد مولد ياخذوا هذا الكوتش مونطا بحال الحدراف هو يوسف الدراري اطراهم قراهم فين يدخل وفين يخرج هادشي كلش ما على كل حال. بلادنا تساعد الجميع. هذا اللطم والنديب وداك الشيء زياش قال شي حاجه غلط ما غلطش دبروا صافي او زعما البلاد ما جالس كيلطم زياش قال لك شي وحدين ما دخلوش للتيران الا زياش ما جاش. يلا يا ربي انا بغيت زياش انه يجي ويعطوا شي بينالتي وما يماركيش. والحياه كتعاش مره واحده، يا تعيش بحال زياش يا تعيش بحال الرمضاني. انا ما كرهتش نعيش بحال يونس. لو كان راه بشكال دابا جاب زياش يمكن انا باغي نعيش بحال الشرقاوي.
لا ولكن راه ما عرفتش شكون هذا المبدع هذا، والناس ضحكوا زعما، و 1325 كومونتير في واحد الصفحه. 9535